بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير متابعين الكرام. زي ما عودناكم كل يوم بفيديو عن الأسعار في السوق المصري، والفيديو ده خصصناه الأسعار الأرز الشعير الرفيع والعريض والأرز الأبيض الرفيع والعريض في السوق المصري. قبل ما نبدأ ونتكلم في التفاصيل بدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك أو إعجاب على الفيديو عشان إن شاء الله نستمر بنشر الفيديوهات، وعشان يقترحوا نظام اليوتيوب ويوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد ويعرف السوق ماشي إزاي. ويعني مش هتخسر حاجة أما تدعمنا بلايك على الفيديو. يلا نبدأ أسعار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في الأسعار على طول وهنخش في الأسعار على طول. بالنسبة للسوق النهاردة في ثبات في أسعار الأرز اليوم. يلا بينا نبدأ في الأسعار. أسعار الشعير الرفيع وصل إلى المضرب. يتراوح طن الشعير الرفيع وصل إلى المضرب من 12,700 إلى 12,800 وصل إلى أرض المضرب مع ثبات في الأسعار. وبالنسبة ده أسعار الأرز القديم. بالنسبة للأسعار يا جماعة بتختلف من محافظة إلى أخرى حسب العرض والطلب وحسب جودة البضاعة. بالنسبة لأسعار الشعير العريض القديم، شعير عريض قديم يتراوح سعره من 14,000 إلى 14,200 وصال إلى أرض المضرب. البضاعة العالية، البضاعة أعلى جودة. بالنسبة لأسعار الشعير الجديد، شعير جديد رفيع وصل إلى المضرب يتراوح ضمن الشعير الجديد وصل إلى المضرب من 12,300 إلى 12,500 وصال إلى أرض المضرب. أما بالنسبة لأسعار الشعير العريض الجديد أعلى جودة في السوق أو أعلى بضاعة في السوق ب 13,300 إلى 13,500 وصال إلى أرض المضرب. بالنسبة ده أعلى بضاعة. ممكن تحصل بضاعة اللي هي بتبقى يعني بضاعة مش أقل جودة شوية، ممكن تحصل بضاعة ب 13 عريض وممكن تحصل أقل من 13 وممكن تحصل أزيد من 13 100 أو 200. إنما البضاعة اللي أعلى جودة بتوصل 13,500 بالنسبة للعريض الجديد. أما بالنسبة لأسعار الأبيض، أبيض رفيع كسر من 8 ل 10%، بضاعة زيت وبخار وسيلوتكس، بضاعة أعلى جودة، يتراوح سعر الطن من 18,500 إلى 18,700 من أرض المضرب. ممكن تحصل بضاعة أقل من كده 200 300 وممكن تحصل بضاعة أزيد من كده 200 أو 300. بالنسبة لأسعار العريض، عريض طبعا فيه اختلاف في أسعار الأبيض العريض حسب جودة البضاعة. بالنسبة للعريض بالذات الأسعار مختلفة. في الأبيض ممكن يبقى فيه فرق أكتر من 1000 جنيه في البضاعة، بيبدأ من 19,500 يوصل 21,000 و 21,500. فيه اختلاف في الأسعار، ممكن 1000 جنيه في الطن. بيبدأ من 19,700 أو 19,500 ويوصل ل 20,500 بالنسبة للبضاعة العريض أعلى جودة. وممكن توصل برضو اللي هي زيرو كسر أو 3% كسر، ممكن تزيد عن 21,500، ممكن توصل 21,700. فقال لك لو في حد قال لك أسعار عريض 19,500 صدقه، قال لك 20 صدقه، قال لك 21 صدقه، قال لك 21 ونص صدقه. في الأسعار دي كلها موجودة في السوق، كل واحد حسب دماغه وحسب حساباته أو حسب البضاعة اللي بيجيبها الشعير اللي بيجيبه. بالنسبة لأسعار المخلفات اليوم، أسعار المخلفات اليوم سرسة مطحونة 1100، سعر الكونة 10,500، سعر الكسر من 11,500 إلى 11,700. وبكده يكون عرضت لحضراتكم الأسعار اليوم. دمتم في حفظ الله ورعايته. ما تنسوش تدعمونا بلايك على الفيديو واعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.